كيبدا الفيلم في وسط الغابه مع واحد لابو او ولادها، وجاو شي صياده بغاو يصيدوهم باش يديوهم للسيرك. لابو سمعت صوت الرصاص وبدات كتجري بعيد باش تلف الصياده، ولكن هما قدروا ياخذوا واحد من ولادها وداروه في الصندوق وركبوا الطياره ومشاو. في جهه اخرى كنشوفوا الما كتعزف على البيانو في مدرستها حيت كانت عندها مسابقه في الموسيقى، ولكن وصلتها اخبار ان جدها مات. ديك الساعه شدات الطريق وسافرت للجزيره ديالو، ومنين وصلت تلاقات بجو صاحب جدها اللي عزاها فيه وقال لها راكي ورثتي الجزيره ديال جدك. ومشاو للدار وشافت الرسم ديال ذئب معلق، وجو عطاها واحد اللعبه كانت كتلعب بها ملي كانت صغيره وفرحات فاش شافتها، وعطاها فيديو جدها سجلوا ليها قبل ما يموت، وقال لها الا احتاجيتي اي حاجه طلبها منه بحال جدها مازال حي. كان رجعوا للسبع الصغير اللي بغى يفتح الصندوق ولكن ما قدرش، وكانت واحد العاصفه مجهده والبيلوت ما قدرش يتحكم في الطياره. الما سمعت واحد الصوت مجهد بزاف، ما قدرتش تخرج من الدار حيت شتا كانت مجهده بزاف، فجلست تفرج في الفيديو اللي خلى ليها جدها. وكان في داك الفيديو كيفكرها بالصغر ديالها حيت هو اللي رباها من بعد ما ماتوا والديها، ووصاها على واحد الذئبه بيضاء صديقته اللي كتجي توقف حدا الدار وكانت عزيزه عليه بزاف وكان كيعطيها الماكله. في النهار الثاني الذئبه البيضاء حصلت في واحد الفخ دايروا ايفان وتشارلز، هما علماء بغاو يرجعوا الحيوانات للبلاصه منين جاو، ولكن الذئبه قطعات الشبكه وهربات منهم. وتما كانت الما خرجت كدور في الغابه وكانت لابسه الجاكيطه ديال جدها ولقات فيها موس صغير. من بعد كنشوفوا داك الشيبل عرف يخرج من الصندوق بعد ما الطياره طاحت في ديك العاصفه وطاح في واحد العش ديال شي طير ونعس. الما شافت الديبه البيضاء وعرفاتها وحيدات الجاكيطه وعطاتها ليها تشمها باش تعرفها ديال جدها وتثق فيها. حيدات ليها واحد الطرف ديال الشبكه كان لاصق فيها وهربات الديبه ومشات الما. ايفان وتشارلز فرحوا ملي شافوها، هي ديبه بيضه وقليله في العالم ولكن ما قدروش يشدوها، وبداو كيقلبوا عليها تما حتى تلاقاو بالما فتعصبت عليهم وقالت لهم شنو كديروا هنا، هاد الجزيره في الملكيه ديال عائلتي. ايفان قال لها حنا علماء ماشي صياده وبغينا نرجعوا الديبه لبلاصتها الاصليه، ولكن هي ما تيقاتوش وجرات عليهم. من بعد وصلت للبلاصه فين طاحت الطياره وتما طاح الشبل من فوق الشجره في يديها. الما تخلعات ولكن عنقاتو وداتو للدار. تما لقات الديبه حتى هي جايبه ولدها وداخله به للدار وخباتو تحت المكتب وشافت فيها بحال كتقول ليها تحميه. هنا عرفت الما ان الديبه تاقت فيها وهي خافت على ولدها من بعد شنو وقع، والما بغات تهضر مع جو ولكن ما كانش الريزو. تما هو جا لعندها وقال لها الريزو كاين غير جهه البحيره وعطاها اللاسلكي تهضر به معاه الا بغاتو. هي وراتو الحيوانات وعاودت ليه شنو وقع وقال ليها خاصك تعلمي اللي مكلفين باش يجيو ياخذوهم. من بعد مشى. موراها جاو البوليس وسولوها واش شافت شي شيبل صغير كانوا غاديين به للسيرك. هي تلفات ملي سمعت السيرك وقالت لهم الا شفتو غادي نعلمكم. صافي ومشاو. ومشات دخلت للدار وشافت الديب الصغير كيرضع من مو وحتى الشيبل مشى كيرضع معاه وخلاتو الديبه يرضع. الما فرحات حيت شافت هاد المنظر، الديب الصغير والشيبل تصاحبوا وبقاو كيلعبوا حداها. قرات الما ان في السيرك ما كيعاملوش الحيوانات مزيان وقررات ما تعطيهمش الشيبل. من بعد دازت مده والديبه كتربي ولدها وصاحبه الجديد والعلاقه بيناتهم كتكبر. الما كتدرب على البيانو كل نهار وهما كيعجبهم يسمعوا ويلعبوا معاها. من بعد خرجوا يلعبوا في الغابه وكانت معاهم وداتهم لواحد الكوخ صغير كان بناه جدها في الشجره، ومنين كتنعس كينعسوا حداها. في واحد النهار قالت للديبه بلي غادي تسافر يومين وغادي ترجع، وخلات ليها الماكله واي حاجه غادي تحتاجها، وخلات ليها حتى الشرجم محلول الا بغات تخرج، ودعاتهم وسافرت باش دوز المسابقه ديالها. صافي وبقات الديبه مقابله ولدها والشبل وكتوكلهم. وفي النهار الثاني الديبه خرجت للغابه وشافها ايفان وتشارلز وضربوها بمنويم وطاحت وخداوها وهما فرحانين. الما ربحت في المسابقه ديالها ورجعت للدار ولقاتهم مرونينها بزاف، وقلبت على الديبه وعيطات ليها وهي كتقول ما غاديش تعرف تربي ولدها وصاحبه، ولكن ما لقاتهاش وجابت لهم الماكله واهتمت بيهم ونعساتهم، ولكن هما ما بغاوش يتفارقوا معاها ونعسوا حداها. الصباح ملي فاقت فطراتهم وجا عندها جو اللي تصدم حيت مازال مخلياهم عندها، ولكن قال ليها انا جاي نعرف غير النتيجه ديال المسابقه، وقالت ليه راه ربحات وما بغاتش تمشي وتخلي الحيوانات ديالها حيت ولفاتهم بزاف. الما كانت فرحانه بزاف وهي كتشوف الديب والشبل ولاو صحاب وما كيبغيوش يتفارقوا بمره، واي حاجه كيديرها الديب حتى الشبل كيقلدوا فيها. واحد النهار بغات تسميهم وشافت الديب كيقطع في واحد الوراق فيهم سميت موزار.
صافي وسماتو موزار وسمات الشبل دريمر. ودازت ايام وشهور والما علقات حدا الدار راه كاين كلب باش تا واحد ما يقرب للدار ويشوف الحيوانات اللي عندها. جو قال ليها بلي ما يقدرش يجي عندها مره اخرى، غادي يبقى يسول فيها غير باللاسلكي حيت الحيوانات ديالها ما كيبغيوش شي حد يقرب ليها. وكل نهار كانت كطمنوا عليها وهي عينيها على موزار ودريمر اللي كبروا وما كيتفارقوش على بعضياتهم. في واحد النهار خرجت تقلب عليهم في الغابه حيت وصل وقت غداهم، وشافت قارب فيه بنت امها وقفوا قطعوا الورد من فوق الجزيره، وشافت موزار ودريمر كيجريو جهتهم وجرات حتى هي باش تلحقهم، ولكن طاحت وراسها جا على حجره وغيبات. موزار شافها وبغى يفيقها ولكن ما عرفش، صافي وجلسوا حداها باش يحميوها. عيط عليها جو وتخلع حيت ما كتجاوبوش، ومشى لعندها الدار وما لقاهاش تما وبدا كيقلب عليها. موزار شافو وبدا كيعوي باش يشوفهم، جو سمعوا وشافهم ولكن خاف منهم وعيط على البوليس. الما داوها للسبيطار وكانت في غيبوبه، وجا ايفان وخدا الديب وكان فرحان، وجا لاري اللي عنده السيرك باش ياخد السبع وكان معاه ولدو وبغى يهدن السبع وداوه للسيرك. ايفان دا الديب للمحميه والديبه البيضاء مشات لعندو وعرف انها مو. من بعد يومين الما فاقت وسولات جو على الحيوانات ديالها، هو طلب منها السماحه حيت كان عليهم يخضروهم باش يعتقوها وداوهم. هي حزنات عليهم بزاف. كنرجعوا للسيرك. هنا لاري قال لولدو خاصنا نهدنو هاد السبع بالمنويم، وغدا غادي يحيدوا ليه المخالب ديالو وخاصو يضربوه باش يبقى يخاف منه. ولدو كان ما عجباش هاد المعامله ديال باه مع السبع. هنا الما خرجت من السبيطار ومشات للمركز ديال الحيوانات، ولكن هما ما بغاوش يقولوا ليها بلاصتهم، وتفكرت داك العالم ايفان وعيطات ليه وسولته على الديب. هو جاوبها باللي راه عايش مزيان في المحميه، ففرحات ديك الساعه وقطعات وكانت باغا تعرف شنو وقع لدريمر، ومشات للسيركات اللي قرابين ليها كاملين وسولات عليه ولكن والو ما لقاتوش. وكان السيرك اللي فيه دريمر كيتنقل من البلاصه لبلاصه، وفي واحد النهار دازو من حدا المحميه اللي فيها موزار شم ريحه دريمر فحفر في الارض وهرب. ايفان كان مصدوم وقال بلي هاد الديب ذكي بزاف. موزار وصل للقفص اللي فيه دريمر وبغى يفتحو باش يخرج صاحبه ولكن ما عرفش. موراها ايفان عيط على الما وقال ليها راه موزار هرب وكيقلب عليك. يمكن هي قالت ليه راه كيقلب على صاحبه السبع، هو تعجب كيفاش السبع وديب صحاب وحس بلا غير كتحماق عليه فقطع عليها. في هذا الوقت لاري فتح القفص ديال دريمر وشافو موزار وهجم عليه وهرب دريمر وهربوا عنقوا بعضياتهم بحال شحال هادي. لاري خدا السلاح ديالو هو وولدو ومشاو يقلبوا على السبع، ومنين عرفت شارلز شنو وقع عيط لايفان وقالها ليه، وعرف ديك الساعه ان الهضره ديال الما صحيحه. ركب في الطياره ومشى لعندها وطلب منها السماحه وقال ليها موزار هرب مع دريمر وهو باغي يرجعوا للمحميه. هي تعصبات عليه حيت باغي يفرقهم عاوتاني وقال ليها صافي انا غادي نلقاه بوحدي ومشى. ولكن الطياره كانت مشات وركب في القارب ديالها ولكن ليسانس سالا ليه، فرجع لعند الما وهي كانت فرحانه حيت تكرفص. من بعد وراتو التصاور ديال موزار ودريمر وقالت ليه راه كانوا صحاب ديال بصح وما يمكنش يتفارقوا. هو قال لها راه تيقتك، وعرفت منه انهم دايرين على موزار GPS اللي كيبان فيه انهم جايين في اتجاه الجزيره. وهنا كنشوفوا موزار ودريمر فيهم الجوع ودخلوا لواحد المحل فيه الماكله وكلاو وشافهم السيكوريتي وعلم البوليس، ولكن هما بداو كيجريو في الشارع والناس كانوا خايفين منهم بزاف. والنهار الثاني عرفت ايفان على جو ومشاو يقلبوا على الحيوانات وسمعوا في الاخبار ان البوليس قالوا للناس ما يخرجوش من ديورهم حيت كاين الديب والسبع هربانين. البوليس بداو كيقلبوا في كاع البلايص ديال الغابه وكان لاري تما وشاف دريمر وبغى يضربوا بالمنويم، ولكن موزار دفعوه جا فيه المنويم. لاري قال لولدو يحيد GPS اللي كاين على الديب بالزربه، فخداه ودارو في جيبو ومشاو، ودريمر مشى كيفيق في موزار. الما وايفان وصلوا للبلاصه ديال GPS وسولوا لاري على الديب، ولكن نكر انه كيعرف شي حاجه وقال ليه خرج GPS اللي عندك، ولاري قال لهم راه لقاوه في الشارع. تما خرج ايفان والما بحالهم، ولكن ولد لاري تبعهم وقال لهم انا عارف البلاصه ديال الحيوانات، وداهم للغابه ولكن ما لقاوهمش وركبوا في الطوموبيل وقلبوا حتى شافوا دريمر. الما نزلت ومشات لعندو وسولته على موزار فشاف فيها ومشى، وهي تبعته حتى وصلوا لذاك الكوخ اللي في الشجره. الما دخلت ليه وموزار شافها وفرح وحتى هي فرحات وقالت لايفان انها لقاتو، ولكن جا عندهم لاري وقال لهم خاصو السبع ديالو
ولدو قال ليه انا ما كيعجبنيش شنو كدير الحيوانات والضرب ديالك ليهم، والا خدا السبع ما غاديش يرجع يعيش معاه. لاري تاثر بالهضره ديال ولدو وخلى السبع وخدا ولدو ومشى، وجاو البوليس لعندهم، والما قالت لايفان يمشي لعند جو ويقول له يديه الكوخ الاخر ديال الشجره، وجرات في الغابه. البوليس وصلوا للكوخ، ولكن الما مشات خباتو معاها الحيوانات ومشاو في واحد الغار حتى خرجوا قدام البحيره. قالت ليهم الما خاصنا نقطعوا البحيره باش نوصلوا للجزيره، ولكن دريمر خاف وما بغاش وشاف فيها هي وموزار ومشى، وهما نزلوا للبحيره واخا بقى فيها دريمر. وصلت لدارها وهي كتبكي وشافها جو وايفان. موزار كان واقف كيسين صاحبه وهي قالت ليه ما غاديش يرجع، وعلى غفله سمعت شي صوت وشافت دريمر وفرحات وفرحوا كاملين حيت رجع، ومشى عنده موزار وعنقوه وهو فرحان، وتفكروا حياتهم بجوج من اول نهار تلاقاو فيه تكبروا. ايفان فهم ان العلاقه ديال هاد الجوج كبيره بزاف وما كاينش اللي غادي يقدر يفرقهم. وهنا سهل الفيلم. نتمنى يعجبكم التلخيص، وما تنساوش ديروا ابوني للقناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.